نبدأ قصة فيلمنا النهاردة واللي اسمه ألفا. وألفا فيلم بيحكي عن الحياة في أوروبا من 20,000 سنة. بنشوف في الفيلم ده قد إيه الحياة كانت صعبة سنة، واللي فيها كانوا بيوفروا طعامهم عن طريق صيد الحيوانات. واللي في بداية الفيلم بنشوف القبيلة وهي بتزحف على الأرض علشان يهجموا على قطيع من التيران، وده زعيم القبيلة، ده ابنه كيدا. وهنا بيبدأ الهجوم وبتجري التيران وهم بيجروا وراهم. فضلوا يجروا وراهم لحد ما بيرموا الرماح وبيعملوا صف قدام التيران. بيضطر قطيع التيران للرجوع للخلف ويجري نحو الجرف، وبيفضلوا يقعوا واحد ورا الآخر. تفضل التيران تقع من فوق الجرف واحد ورا التاني لحد ما بيتبقاش منهم واحد. بيلف وبيتجه ويجري ناحية كيدا. وهنا الأب بيفضل ينبه كيدا وينادي عليه إنه يجي هنا، بس كيدا كان خايف وبيفضل يجري قدام الطور لحد ما الطور بينطحه ويقلبه من فوق منه. والطور بيلف تاني وبيرجع بيعلق كيدا بالقرن بتاعه وبيفضل يجري بيه، اللي الأب بيحاول إنقاذه، لكن الطور بيجري بيه على أول الجرف ويحدفه من فوق. ومن هنا بيرجع الفيلم ويحكي لنا الأحداث قبلها بأسبوع في القبيلة، واللي كان فيها اختبار لصناعة رؤوس الرماح من الحجارة، واللي هينجح فيها هيبقى صياد. وما نجحش منهم غير 2 منهم كيدا بطل فيلمنا. وبالليل بيتم المراسم عشان خلاص هيبقوا صيادين. وفي اليوم التاني الصيادين كانوا بيودعوا أهلهم قبل خروجهم للصيد، وراح كيدا يودع والدته اللي قالت له إنها بتحبه. اليوم الأول بالليل كان الأب بيولع النار بالخشب، وكل ما يدي الكيدا علشان يجرب ما يعرفش. فالأب قال له إن كل حاجة بتيجي بالصبر، وإن لازم تتعلم عشان تستحق القيادة. وفي اليوم التاني بدأوا يكملوا في الطريق، وهناك قابلوا قبيلة تانية جاية عليهم، ودول كانوا أصدقائهم، واتقابلوا عشان يصطادوا مع بعض. أب عرف زعيم القبيلة التانية بابنه، وقال له زعيم القبيلة التانية اللي ابنه كان مات أكيد انت فخور بيه. كملوا الطريق مع بعض عشان يكملوا صيد، وكانوا طول الطريق بيعدوا من جنب حجارة مرصوصة جنب بعض عملوها أسلافهم عشان تدلهم على الطريق. وبعد كده اصطادوا خنزير، وقال الأب إن كيدا هو اللي هيقتله، ولكن كيدا لما راح عشان يذبحه ما قدرش، ورجع وراح الأب بسرعة وذبحه. ورجع الأب لكيدا وقال له إن الحياة للأقوى، وإن لازم نكون أقوياء علشان نعيش. وبالليل وهم قاعدين ومولعين نار هجم أسد وخطف واحد منهم، وقال الأب لكيدا إن هو خلاص روحوا دلوقتي مع الأسلاف. وتاني يوم عملوا مراسم الدفن وكملوا طريقهم. بعد كده في الغابة وفي الليل وصلوا الكهف، وهم قاعدين فيه رسم الأب إشارة على إيد كيدا بتدل على طريق الرجوع. وبعد كده سمعوا أصوات الديابة. الأب شاور على واحد فيهم وقال لي كيدا شايف ده هو الزعيم واسمه ألفا، ولازم يكون قوي ودايما بيتعرض لخطر، ولو القطيع حس انه ضعيف هيقلبوا عليه، وانه اكتسب الخبرة والقوة مع الوقت ما اتولدش بيهم. وتاني يوم قربوا من قطيع التيران وهجموا عليهم، وجا الطور وهجم على كيدا زي ما شوفنا في اول الفيلم، ورماه من فوق الجرف وحاولوا ينقذوه وكان متعلق، لكنه وقع واتخبط في الأحجار. وحاول الأب ينزل ينقذه لكن الصيادين بيمنعوه وقالوا له خلاص مستحيل تعرف تنقذه واعتبره ميت. وكمل الصيادين ياخدوا لحوم القطيع اللي ماتوا. وبالليل كان الأب لسه فاضل في مكانه بيبص على ابنه وبينادي عليه، وراح له واحد من الصيادين وقال له خلاص ابنك روحه دلوقتي مع الأسلاف. وتاني يوم عملوا مراسم الدفن واللي كانت صعبة جدا على الأب. وبعد كده مشى وجاه نسر للمكان اللي فيه كيدا وخبطه، وصحى كيدا لقى نفسه في المكان ده وكانت رجليه مصابة، وحاول انه ينزل وينادي على والده، لكن الموضوع كان صعب جدا عليه. ومر الوقت والدنيا مطرت وكيدا متعلق والمكان اتملى ميه. وبعد كده ما قدرش يصمد وسقط، ومن حسن حظه انه كان لسه حي. وراح لحد الميه وشرب منها وحاول يمشي تاني على رجله، ووصل تاني لفوق وعرف انه اعتبروه ميت وتمت مراسم دفنه. ما كانش عارف هيعمل ايه ولا هيرجع ازاي. وسمع اصوات ديابة وفضل يجري لحد ما طلع فوق شجرة ونام لتاني يوم. ونزل في اليوم التاني وراح يشرب، ولكن الديابة هجمت عليه ورجع جري للشجرة وراه الديابة لحد ما واحد فيهم مسك رجله وطعنه كيدا ونام على الشجرة طول الليل. وتاني يوم الصبح كانوا الديابة كلهم مشوا ما عدا واحد اللي كان مصاب. ونزل كيدا وقعد يصنع الرمح بتاعه وجهزه، وراح لحد الديب المصاب وكان هيقتله لكنه ما قدرش. وراح لحد عنده عشان يشوف الجرح، ولكن الديب كان خايف منه وحاول يعضه، ولكن كيدا بيجيب حبل وبيربط بقه وشاله وراح بيه عند النهر ونضف له الجرح. وكانت الديابة بتتابعه ومشي وراهم وشاله تاني وكمل بيه مشي لحد ما وصل لكهف
وكده كانت لسه رجله مصابة فنام. وتاني يوم لما صحى لم شوية أعشاب وطحنهم وحطهم على رجله. شاف الديب فاكك بقه فحطله مية وحاول يقرب منه ويشربه وحاول يعرفه انه صديق، ولكن الديب كان خايف منه. كل ما كده يقرب منه عايز يهاجمه، وكده كان خايف منه جدا وسابله المية بالراحة. وبعد كده لقاه عمال يشرب وقرب منه تاني ونضف له الجرح. وبعدها اصطاد أرنب بالحجارة ورجع بيه للكهف، حاول يولع النار. هاجم الديب على كيدا وحاول ياخد الأرنب، لكن كيدا زقه وقال له إن هو الأول وبعد كده يأكله. وقدر كده يولع النار، ودي كانت أول مرة، وسوى الأرنب وبدأ ياكل ويأكل الديب. وكانت رجل كيدا كخفت. وتاني يوم أخد رمحه والمية وقال للديب لازم أحاول أرجع لأهلي، وانت كمان لازم ترجع لأهلك. لكن الديب ما استجابش الكلام كيدا فسابه كيدا ومشى. ولكن الديب مشى وراه، وكيدا كان عارف انه لازم يرجع بسرعة قبل سقوط الثلج ويملى المكان وهيموت. ولكن الديب فضل ماشي وراه. كان بيحاول كيدا يرجعه، ما كانش بيرضى، وحاول كيدا يصطاد خنزير وساعده الديب ولكنه فشل. وراح مصفر للديب لحد ما جاله وكملوا مشي مع بعض. ونجحوا تاني يوم واصطادوا أرنب. ونام كيدا بالليل، لقى الديب كان نايم جنبه واللي كانت ريحته كريهة جدا. فأخدوا في النهر ونزلوا سوا وعاموا مع بعض ولعبوا واصطادوا سمكة. وكيدا قال له هسميك ألفا. ولكن المشكلة إن التلج بدأ يملى المكان، وبالليل في ديب قرب عليهم، ولكن ألفا بسرعة راح عليه عشان يمشيه لأنه كان واحد من القطيع بتاعه. ولكن كيدا قال له روح معاهم، فقام رايح. في اليوم التاني كمل كيدا مشي، وكل فترة يقف ويصفر على أمل إن ألفا يرجع له تاني. وبالليل نام وحلم بأهله وقام مفزوع وبص للعلامة اللي أبوه كان راسمها على إيده واللي فيها طريق الرجوع. وراح قام وكمل مشي، وفي طريقه شاف قطيع الديابة فجرى عليهم، ولكنه في الطريق سقط في التلج وجرى عليه ألفا. وبالسكينة اللي كانت معاه حاول يكسر التلج لكنها وقعت منه، فجابها بسرعة وحاول تاني وكسر التلج وخرج. وتاني يوم كمل مشي هو وألفا، ووصل لكوخ لقى صاحبه كان متجمد وميت، وفضل يدور على أكل لكن ملقاش. وكمل مشي في عاصفة التلج، لكن الضباع كانت وراهم وبسرعة دخلوا كهف. لكن المشكلة الكهف كان فيه فهد هجم عليهم وفضل يتقاتل هو وألفا، وقدر كده انه يقتله بالسهم. ولكن كان ألفا اتصاب جامد وكملوا مشي تاني يوم، ولكن ألفا ما قدرش يكمل وسقط منه. قام شايله كده وكمل بيه، ويجيله أبوه وأمه في الحلم وهم بيقولوا قد ايه هو قوي. ففاق من النوم وكمل مشي لحد ما وصل للقبيلة وشاف أبوه، وأبوه ما كانش مصدق وقال لأبوه ساعد ألفا اللي كان مصاب. إن ألفا كانت أنثى وحامل وخلفت، وعاشت الديابة وسط القبيلة وكانوا بيصطادوا معاهم. وبكده نكون وصلنا لآخر فيلمنا، نتمنى إن يكون عجبكم.